عايز اقول لك برضو ان اللعبه دي لولا انسحاب النادي الاهلي كان ممكن تتحسب ضربه جزاء عادي. فطبعا هنا مفيش ضربه جزاء، بالعكس لعيب المصري لعيب بيراميدز كان لازم ياخد انذار. اول حاله هنشوفها مع بعض هنا الحكم حسب لمسه يد على لعيب المصري. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي الكره جايه في قدم اللاعب وبعد كده راحت على اليد اللي مش مكبره حجم الجسم زي ما احنا مش شايفين مع بعض. لكن هنا القانون بيقول تتحسب لمسه يد لان هنا ده مهاجم، لو مدافع ما تتحسبش عليه مخالفه. نروح للحاله اللي بعديها وهو الهدف اللي اتلغى لفريق بيراميدز. لما نشوف مع بعض كده هو لحظه لعب الكوره هتلاقي هنا هو لعيب بيراميدز الجزء العلوي اللي انا معلم عليه بالسهم الاحمر ده سابق لعيب المصري، وده اللي اكد عليه حكم الفار. وطبعا هنا اليد بتاعت لعيب المصري سابقه لعيب بيراميدز، لكن اليد ما يتحسبش عليها التسلل لان هنا اللاعب ما ينفعش يسجل هدف باليد، فطبعا هنا الغاء الهدف قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها هنا مخالفه على لعيب المصري. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها هنا خطا على لعيب بيراميدز. نشوف مع بعض برضه هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها هنا خطا على لعيب المصري. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه تدخل بقوه على قدم لعيب بيراميدز، وهنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها وهو الهدف اللي اتلغى لفريق المصري. نشوف مع بعض لحظه لعب الكوره هتلاقي اللاعب بتاع المصري سابق كل مدافعين بيراميدز، وطبعا هنا اللعبه مش محتاجه اي خطوط والغاء الهدف قرار صحيح من الحكم. نروح للحاله اللي بعديها هنا خطا على لعيب المصري. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه تدخل بقوه على قدم لعيب بيراميدز، هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها هنا خطا على لعيب بيراميدز. هنشوف مع بعض هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد ومنع لعيب المصري ان هو يعمل هجمه مرتده، الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، برضه قرار الحكم هنا قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها هنا خطا على لعيب بيراميدز. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم من لعيب بيراميدز على قدم لعيب المصري، برضه هنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها هنا لعيب بيراميدز كان بيطلب بضربه جزاء. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي مفيش اي التحام مع لعيب المصري، يعني لعبه زي دي المفروض الحكم يدي لعيب بيراميدز انذار. عايز اقول لك ان الدنيا كلها اختلفت في التحكيم بعد مباراه نادي الزمالك والاهلي اللي الاهلي انسحب فيها قدام الزمالك بسبب التحكيم المصري. عايز اقول لك برضو ان اللعبه دي لولا انسحاب النادي الاهلي كان ممكن تتحسب ضربه جزاء عادي. فطبعا هنا مفيش ضربه جزاء، بالعكس لعيب المصري لعيب بيراميدز كان لازم ياخد انذار. نروح للحاله اللي بعديها هنا خطا على لاعب بيراميدز. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه تدخل بقوه من لعيب بيراميدز على قدم لعيب المصري، هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار وقرار الحكم قرار صحيح. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه بيراميدز وفريق المصري.